السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. وسام أبو علي يكشف عن أفضل ثنائي يلعب معه في نادي الأهلي. أقر وسام أبو علي لاعب الأهلي بأن حسين الشحات وإمام عاشور أكثر من يفهمونه في الفريق، في حديث عقب مباراة جورماهيا. وقال اللاعب الفلسطيني لقناة أون تايم سبورت: دخلت الأهلي كلاعب متواضع للتعلم من الجميع، ونحن فريق قوي ونحرز العديد من البطولات، وتأقلمت بشكل سريع. وأضاف: مستمر في حالة تركيز كبيرة منذ انضمامي للأهلي، وأرغب دائما في أن أكون الأفضل. وأنهى حديثه قائلا: علاقتي مع حسين الشحات وإمام عاشور كبيرة، ويفهمونني ويعرفان كيف أتحرك، خاصة الشحات. طموحي بأن أستمر في إحراز البطولات. قرر الأهلي فوزه على جورماهيا الكيني بثلاث أهداف دون رد في إياب دور ال 32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل ثلاثية الأهلي هذه المرة رامي ربيعة وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر. وتعد هذه المرة العاشرة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك وصل الأهلي دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا المرة رقم 22 في تاريخه، وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الثمانية بالنظام القديم أو دور 16 بالنظام الحالي. وللمباراة رقم 24 على التوالي، لا يزال الأهلي بلا هزيمة في دوري أبطال أفريقيا منذ الخسارة أمام صن داونز 2-5 في النسخة قبل الماضية. وشهدت المباراة صناعة يحيى عطية الله الهدفين في مباراة أفريقية للمرة الأولى في مسيرته، كما سجل ربيعة خامس أهدافه مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.